السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. الفيديو ده إن شاء الله هنكمل نتعرف شوية على واجهة البرنامج، وبعدين نبدأ نفهم الأمر اللي احنا كتبناه المرة اللي فاتت وطبع لنا إيه هالو وورلد. ده طبعا البرنامج، يعني زي ما سيبناه كده زي ما فتحناه نزود كده. طبعا قبل ما نبدأ، يعني عشان أنا كنت من الناس اللي بحب أعمل حاجة ده إن أنا أغير السيم بتاع البرنامج. فلو رحنا فايل سيتنج، طب أنا هنا في حاجة بحب أنا برضه أعملها، بفصل الهيدر هنا كده فوق سيكشن لوحده، فبعملها هنا كده. بخلي المين منيو above the main toolbar. تمام. بعد كده أخلي دي يقول إديتور عشان لما أزوم يزوم على الملفات كلها اللي هنحتاجها بعدين، يعني مش اللي احنا هنحتاجها دلوقتي. طبعا عشان أغير السيم بروح هنا كده، نقفل ده كده، بنروح للبلجن بنكتب سيم ونستنى شوية بيظهر كل السيمات، ولما تضغط على سيم بيبدأ إيه يظهر الأشكال بتاعته. طبعا أنا بفضل سيم، يعني برتاح لي شوية، هو إكس كود سي. هتضغط عليه كده انستول من هنا أو من هنا، بعدين اكسب كده. هو ايه بطبق السين ده على البرنامج بتاعي. طبعا مش عاجبني بعمله ديسيبل عادي. طبعا انا هنا خلاص هعمل ابلاي اوكي. ده كده شكل السين، بحس ان هو هادي شويه. تمام. على الجنب هنا كده دي ملفات البروجكت، هتلاقي البروجكت هنا اسمه هالو وورلد. تمام. ممكن نكبر دي شويه كده، استغل مساحه الشاشه يعني. اعتقد كده تمام. جوه هالو وورلد هنا لو ضغطنا كده في حاجه اسمها بوت اي دي وبعدين اوت وبعدين اس ار سي او سورس. دي اللي فيها ملفات المشروع بتاعي، وجواها حاجه اسمها المين، والمين دي اصلا اللي انا فاتحها هي دي. المين ده مكتوب هنا public class مين، وفتح قوسين كده جوه public static void مين برضو، وجواه البرنت اللي احنا كتبناه المره اللي فاتت. طيب الحاجات دي كلها هتعرفها شويه كده، بس يعني اعرف ان احنا دايما بنبدا او البرنامج بتاع بيستار من المين. بمعنى ان انت لما بتضغط ران هنا كده، هو بيروح يرن المين فانكشن. تمام. فبيطبع لك كده. طب لو انت اصلا دي ما اسمهاش مين، دي اسمها تيست، لاحظت اصلا هو مش هيدوس، هو كده مش شايف المين فانكشن بتاعته. هو دايما بيروح يدور على المين ويبدأ يرنها. يعني لو في هنا فانكشن تانية اسمها مين تو مثلا، ودي بتطبع هالو وورلد تو، وجبت رن، هو هيطبع لور للأولانية. ليه؟ لأن هو بيبدأ من المين. طب لو جينا غيرنا دي لمين، خلينا دي مين تو، طبعا الاتنين ما ينفعش بنفس الاسم. لو تلاحظ إنه عمل لي خطأ، فنكتب دي مين تو نرمي هنا كده. هو هيروح يدور على المين، على الفانكشن اللي هي المين، اللي هي اسمها اللي هي public static void، وطبع لي هالور الاتنين دي لأن هو شاف المين. تمام. فاحنا كده عرفنا لحد دلوقتي إن احنا بنبدأ نكتب البرنامج بتاعنا فين؟ في المين فانكشن. تمام. دي أول حاجة عرفناها. تاني حاجة كتبنا سيستم دوت اوت دوت برنتلين، وكتبنا هالو وورلد، فايه فطبع لي هالو وورلد بالشكل ده. إيه السطر ده معناه ايه؟ السطر ده ان انا بقول له اعمل لي اوتبوت، او اوتبوت اللي هي بمعنى مخرجات، فخلينا نقول عليها اوتبوت. يعني الحاجة اللي هتظهر للمستخدم، الاوتبوت اللي المستخدم هيشوف. انت شفت ايه هنا في البرنامج؟ شفت هالو وورلد. طب انت هنا ممكن تكتب الاسم اللي انت عايزه، وممكن تكتب اسم وبعدين نرن أو أعلى اللي أنا كتبت. تمام. ممكن تكتب هنا رقم. رقم. خلينا جوه السترينج حاليا. تمام. كل اللي أنت هتكتبه جوه السترينج هنا هيطبع. تمام. في حاجة بقى، لاحظ إن إحنا نهاية كل سطر بنكتب سيمي كول، اللي هي شيب وحرف الكاف. معلش، مش شيفت وحرف هي حرف الكاف بس. تمام. حرف الكاف اللي هي ايه السيمي كول. تمام. تمام. الكلمة دي بقى اسمها system دوت اوت دوت println. ولاحظ ان اول حرف كابت. يعني إيه؟ يعني انت لو كده هنا لو خدنا الصغير ده كوبي هنا، وخلينا سيستم دي سمول كده وشيلنا دي، شايف؟ هو مش شايفها اصلا. يعني انت لو رنيت بيقول لك ايه doesn't exist. هو مش شايف منك سيستم دي يعني ايه. باكج سيستم ده doesn't exist. هو ما يعرفش يعني ايه system. لكن هو عارف سيستم اللي هي بكابت، لو رنيت هيشتغل معاها. اذا الحاجة التانية اللي احنا عرفناها ان احنا نخلي بالنا من السمول والكابيتال ايه والكابيتال كيسز. يعني لو الكلمة بتبدأ بأول حرف كابيتال يبقى زي ما هي، لو كلها سمول تبقى زي ما هي، زي اوت، زي برينتلين، كلها ايه كلها سمول. طيب دي تاني حاجة عرفناها. الحاجة التالتة
ان احنا قلنا ايه ان ده الامر ده يعني لو كتبت له system دوت اوت دوت برنت لين، ده بقول للبرنامج اطبع لي حاجة على الشاشة. يعني لو انا كتبت في السطر اللي تحت سامح، خلينا نرن، هيطبع لي في السطر الاول 1 2 3 4 5، في السطر التاني طبع ايه؟ طبع سامح. تمام. طبعا انت ممكن تزود بقى براحتك، كل واحدة هتطبع لك ايه؟ تطبع لك في سطر بالشكل ده. جميل جميل. طيب تعال خلينا نمسح دي كده ونكتب system دوت اوت دوت في حاجة اسمها برنت بس. دي برنت بس مش برنت لين، خد بالك. يعني في برنت، في برنت لين لاين، يعني اختصار برنت لاين. طيب تعال نمسح دي، احنا خلاص شوفنا دي. تعال نكتب هنا برنت كده سامع، نشوف ايه اللي هيجرى. طبعا لسان، طبعا انت مش شايف اي اختلاف دلوقتي. طيب خلينا نكتب تحتها هنا كده اسمعي. تمام، ونرن تاني، هنشوف اللي بقى اللي هيحصل. شوف طبعا اللي سامح ولازقه فيها على طول ايه؟ اسمعي. ده معناه انه ايه؟ ان هو منزلش سطر، هو كمل لك في نفس السطر. طيب ايه بقى فايدة البرنت لين او البرنت لاين من اسمها كده؟ بعد ما بتخلص الكتابة بتاعتها بتنزل سطر ايه؟ تلقائي. تعالى بقى نشيل دول. ده بص انا هعمل ولا بلاش كومنت هيلخبطك من البداية. خلينا نشيلهم. system دوت اوت برنت لين سامح، وننزل نكتب تحت اسماعيل. خلي بالك ان دي برنت لين. تمام. تعال رن سامح في سطر واسماعيل في سطر. جميل جميل. دي الحاجة التانية ايه اللي احنا عرفناها، او الحاجة مش التانية، يعني احنا عرفنا شوية حاجات كتير يعني، فمش عارف اعد بقى معاك. المهم اخر حاجة عرفناها ان البرنت لاين بعد ما بتكتب بتنزل سطر، البرنت بس ايه؟ ما بتنزلش سطر. طيب هل في حل بقى للمشكلة دي؟ ان انا لو عندي سامح اسماعيل تحت لازم استعمل برنت لين، مفيش حل تاني يعني؟ في حل طبعا. باك سلاش ان معناها انه ينزل لي سطر. تمام. تعال نكتب باك سلاش ان دي كده بعد سامح ونضغط على رن. شوف نزل سطر. يعني باك سلاش ان دي معناها انزل لي سطر. تعال كده نرن تاني من قبل ما نكتبها. تمام. طب تعال بقى نكتبها هنا كده في النص، نكتبها ما بين ال- الاسم بتاع ونرن. شوف بقى يعمل، هيكتب اس اي ام وبعدين ينزل سطر وبعدين يكتب ايه؟ اي اتش، ويطبع الكلمة اللي بعديها اللي هي ايه؟ اللي هي اسمها ايه؟ لازقة في اي اتش. هو كده ايه؟ اول ما يشوف باك سلاش ان ده معناه انه ايه؟ بينزل لك سطر. ممكن تعمل برنت لين في النص وتخلي فيها الباك سلاش ان، ده معناه برضو ان احنا لو رنينا كده اطبع لي سامح اسمها إيه؟ ليه طبع سامح بعدين طبع سطر، او طبع باك سلاش ان فنزل سطر بعدين طبع ايه؟ طبع اسمها. طبعا دي ليها استخدامات والتانية ليها استخدامات. وشوية كده أكتر هتفهم إمتى بنستخدم دي وإمتى بنستخدم دي، يعني شوية كده لما نتعمق في الفاريبلز وكده. آه ده كده كان في فيديو النهاردة اتعلمنا يعني إيه system dot out dot println أو الأوتبوت اللي هو المعنى الصحيح يعني. الأوتبوت اللي تقدر تطلع أوتبوت لليوزر. تمام. وتعلمنا البرنامج بيبدأ منين؟ بيبدأ من المين فانكشن. وكمان عرفنا الفرق ما بين البرنت والبرنت لين، وعرفنا الباك سلاش ايه ان شاء الله في الفيديو الجاي هنكمل لسه في الاوتبوت لليوزر، وهنبدأ نعرف ازاي نطبع ارقام وعمليات حسابية ونعمل عملية حسابية ايه وتطبع للمستخدم. اشوفكم الفيديو الجاي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.